ومن فضائل هذا الشهر عباد الله ما في أوله من 10 أيام عظيمة مباركة، وهي 10 ذي الحجة. هذه الأيام عباد الله اشتهر فضلها بين الناس، نعم، ودل على فضلها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر. وهذه الليالي عباد الله وليال عشر هي 10 ذي الحجة، وهذا قول جمهور أهل التفسير، ومنهم حبر الأمة وإمام المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهو الصحيح عنه أنه قال: وليال عشر هي 10 ذي الحجة. فأقسم الله عز وجل بليالي هذه 10 لفضلها ولمزيتها، فإن العظيم سبحانه لا يقسم إلا بعظيم. فهذا دليل على مزية هذه الأيام وعلى فضلها، حيث أقسم بها رب العالمين سبحانه وتعالى. وهي يعني عباد الله هذه الأيام وهي 10 ذي الحجة إنها الأيام المعلومات. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذا قول جمهور العلماء، ومنهم عبد الله بن عباس، أن الأيام المعلومات هي أيام 10 ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. نعم عباد الله. ومن هنا يستحب الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العظيمة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فيستحب للمسلمين أن يكثروا من ذكر الله عز وجل، من تهليل وتسبيح وتكبير وتحميد في بيوتهم وفي طرقهم وفي أسواقهم، يكثرون من ذكر الله جل وعلا. فقد علق الإمام البخاري في صحيحه قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام 10 فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. نعم عباد الله. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وأما ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من تعظيم هذه الأيام العظيمة والحث على العمل الصالح فيها، فقد أخرج الإمام أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عباس، والحديث في صحيح الإمام البخاري أيضا، ولكن هذا اللفظ المذكور هو لفظ الإمام أبي داود والترمذي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسمع يا عبد الله، اسمع إلى هذا الحديث العظيم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام 10. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا جهادا واحدا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وخرج بماله فلم يرجع، قتل في سبيل الله، أريق دمه في سبيل الله، هذا استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يا عباد الله، هذا حث عظيم وترغيب أكيد من نبينا صلى الله عليه وسلم على الأعمال الصالحة في هذه الأيام. ولكن للأسف الشديد عباد الله أنك ترى كثيرا من الناس في هذه الأيام في غفلة،
في غفلة عن ذكر الله، في غفلة عن الأعمال الصالحة، مشغولون بالدنيا ومشغولون بالتهيؤ للعيد وما أدراك ما العيد ونحو ذلك. وهذا من الحرمان أيها الناس. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. هذه قاعدة عظيمة ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل عمل صالح بدون أي استثناء، كل عمل صالح في هذه الأيام فهو أحب إلى الله عز وجل من قراءة القرآن، من ذكر الله، تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، من صلاة النوافل، من الصدقة، من الإحسان إلى الفقراء والمساكين، من بر الوالدين، من صلة الأرحام. أي عمل صالح في هذه الأيام العظيمة فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تستثني أي عمل. وهكذا الصيام، وما أدراك ما الصيام في هذه الأيام. فكما قال الإمام النووي عليه رحمة الله، قال العلماء: يستحب صيام هذه الأيام استحبابا شديدا، وخصوصا يوم عرفة. أما يوم عرفة فجاء فيه دليل خاص. نعم يا عباد الله، فليكن لنا معاشر المسلمين من العناية بهذه الأيام العظيمة نصيب، ولا نكن من الغافلين ولا نكن من المعرضين عن اغتنام هذه الأيام في الأعمال الصالحة وفيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فإنها فرص وإتاحات من رب الأرض والسماوات لمن وفقه الله عز وجل، فيغتنم هذه الأيام ويجتهد في طاعة الله، أكثر من ذكر الله، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من صلاة النافلة في الليل وفي النهار في هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.